كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، لا تعني أنه أمر به ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به لمصلحة البشر. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يعني شر مطلق ليس في الكون شر مطلق، في شر موظف للخير لأهداف بعيدة. هذا يؤكده فقه المآلات. لذلك الإنسان حينما يعلم أن الله بيده كل شيء، حياتنا بيده، موتنا بيده، الصحة بيده، المرض بيده، القوة بيده، الضعف بيده، هذا استسلام لله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. النقطة الدقيقة جدا للمؤمن أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هي قاعدة أساسية في علاقتنا مع الله عز وجل. الآن بدي أسألك سؤال. أنا واحد من الناس على سبيل المثال بخرج وبعرض حياة الناس للخطر، أحاسب عند الله الآن في كورونا. إذا أنا خرجت. اسمع الجواب يا أخي الكريم. تفضل شيخي. الجواب: النبي الكريم في معركة من معارك الجهاد والوقت رمضان، نعم. أمسك كأسا وفطر، لأنه مسموح بالمشقة العالية أن نفطر. بلغه أن أناسا لم يفطروا. ماذا قال عنهم النبي؟ اللهم صل وسلم. قد لا تصدق، قال: أولئك العصاة. وصفهم بالعصاة. إذا في أمر للمصلحة العامة، والعصاة كلام النبي الكريم، مع أنهم صائمون، لكن النبي أفطر تخفيفا للجهد الكبير في الجهاد وفي رمضان. فلما أفطر وبلغه أن أناسا لم يفطروا قال: أولئك العصاة.